السلام عليكم اخواتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم مع بعض في هذا الفيديو ان شاء الله راح نديروا ميني غراتان تحضيرات لشهر رمضان. كانت طلبتها مني اخت هذه الوصفه، طلبت مني غراتان لشهر رمضان. نلبي لك الطلب تاعك اختي الكريمه، نديرها لك بطريقه جد سهله ومبسطه. والبنه ما نحكي لكمش. اذا اول حاجه راني قطعت حبات البصل شرائح، من الافضل تكون رقيقه بهذا الشكل. راح ندبرها حتى اللي تدبر، نكملوا بقيه المراحل. بيد ما هذاك البصل راه يدبر، هنا واش درت؟ كاس تاع الحليب، راح نضيف له قطعه تاع الجبن طري، ماذا بكم تكون كميه مليحه عليكم. راح نزيد رشه تاع الملح، تقريبا 4 مغرف صغيره. وراح نزيد مغرف صغيره معمره مليح تاع المايزينا ولا تاع الفرينه اللي يكون متوفر عندك. نخلط غير شويه ونحط هذا الخليط يعقد فوق النار حتى اللي يغلي، نحيه ونخليه على جهه. هذاك البصل نضيف كميه من الصدر تاع الدجاج مقطع الى مربعات، راح نزيد له شويه تاع سكينجبير، تقريبا نص مغرف صغيره، نص مغرف تاع القرفه، تبغي ما ديريهاش ما ديريهاش، ماشي اجباريه في هذه الوصفه. شويه تاع فلفل اسود، هذا مكان. ونخلط كل شيء. راح نزيد شويه تاع الثوم، سنه تاع الثوم، وراح نملح الدجاج ليه يطيب، تقريبا مغرف صغيره تاع الملح. وراح نخلط بيد ما يطيب الدجاج ونطفيه. هذاك الدجاج عفوا نفرغ عليه هذيك لاصوص اللي خدمتها تاع الفرماج والحليب، هذيك شغل بديله الصوص كريم فريش. يعني اذا عندك كريم فريش ديريها مباشره، ما عندكش ديري هذه وخلاص تجي بنينه فيها الفرماج. نخليها تغلي واحد شويه. هاوليكم شوفوا القوام تاعها، غتجي شويه عاقده. شوفوا خواتاتي، والله ذوق ولا اروع. كانت وصاتني اختي قالت لي ما تحلفيش بزاف، بصح لا غالب هذه هضرتي، كي نشوف حاجه وتعجبني بزاف نحلف عليها. المهم خواتاتي، القوام تاعها والذوق تاعها راه يجي خير من الكريم فريش اللي تشروه. كما قلت لكم زدتها للدجاج، خليتها تغلي مده دقيقه فقط وتنحيها. هنايا 4 حبات تاع البطاطا قطعيهم مربعات صغار، اقليهم، ملحيهم وقليهم ونضيفوهم هنايا للدجاج. ما كاش حاجه صعيبه، يعني الدجاج الكميه اللي استعملتها 4 صدر فقط، يعني حسب العائله تاعك. خصوصا في رمضان غادي ديري اطباق واحده اخرى، يعني اطباق اضافيه تكفي هاد الكميه وتوفي. راح نخلط غير بشويه باش البطاطا هذيك ما تعجنلكش، تقعد لك هكاك مربعات. ها لكم هذه الطريقه فقط. هنا واش راح ندير؟ راح نزيد البيض، راح نزيد 3 حبات تاع البيض باش تحكم لي روحها في الفور. زوج، الا كانوا الحبات تاعك كبار يكفي ديري غير 2 حبات. هذا المكان نخلط مليح، نجيب القوالب ونعاود نوريكم. حكمت ليمون تاعي دهنتهم بالزبده ورشيت عليهم كميه تاع الفرينه باش ما يلصقوش من التحت، ونعمرهم كيما راكم تشوفوا. ليمون اللي بغيتو ديروهم، انا درت هادو تاع ليكيش. ونعمر بهذا الشكل. راح نكمل نعمرهم ونعاود نولي لكم.
كملت عمرت الليمون، درت واحد كبير باش ما نبقاش نعمر في هادو الصغار. المهم نتوما تبغوا تكملوهم كاع صغار رمضان، ولا تبغوا تاكلوا بهم الحريره، ولا كملوهم كاع في ليمون تاع لي باركيت ولا اللي تبغوا. نديرهم من الفوق ومن التحت حتى ينشف هذاك البيض ويطيب. هذا ما كان باقي غير البيض اللي خضر، كلشي راه طايب. تحمرنا واحد شويه ونقلوه. اذا نهم لكم كيفاش جاو خواتاتي. هنا راني قسمتها حطيتها في صحن التقديم باش نوريه لكم اكثر. جا بنين بزاف بزاف، لازم تجربوه، وخفيف بالبزاف. راح نوريه لكم في صحن التقديم. عليكم نتمنى وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم احبابي. اللي جديده معايا ما تنساش دير اشتراك في القناه. جامل الفيديو، والى اللقاء الى وصفه اخرى ان شاء الله.